وجبة السحور تعتبر أهم من وجبة الفطار، هي اللي بتدي جسمي الطاقة اللي بيفضل قاعد عليها طول فترة الصيام. النشويات اللي أنا باكلها في السحور بتتخزن في جسمنا إذا كان في الكبد أو في العضلات على هيئة جلايكوجين. إيه هو الجلايكوجين؟ الجلايكوجين هو مخزن الطاقة في جسمنا. إحنا طول ما إحنا صايمين بناخد من المخزن ده الطاقة اللي إحنا بنقدر نعيش بيها طول فترة الصيام. من غير السحور هتحس بدوخة وإرهاق وتعب وصداع ومش طايق نفسك طول فترة الصيام. عشان كده إحنا بنأكد إن إحنا لازم ناخد وجبة السحور بتاعتنا. أهم حاجة لازم ناخد مصدر للبروتين أثناء سحورنا، ومصدر البروتين كلنا عارفين في السحور هنقدر ناخد إيه؟ هو البيض. طب في حاجة تانية غير البيض؟ طبعا في البقوليات كلها، طبق الفول المحترم بتاعنا ده في نسبة كبيرة جدا من النشويات، فهتدينا الطاقة وكمان هيدينا نسبة البروتين اللي بتحسسنا بالشبع. البروتين مهم جدا عشان برضو ما نحسش بالإرهاق طول فترة الصيام. زيادة عن كده إن البروتينات بيبقى هضمها بطيء فبتحسسك بالشبع طول فترة الصيام. طب إيه تاني ممكن ناخده على السحور؟ لازم يبقى عندنا مصدر للنشويات، واتفقنا إن هو ممكن يكون طبق الفول. لازم يبقى عندنا الزبادي مصدر للبروتين، وكمان هو بيرطب الجسم فيحافظ على رطوبة الجسم طول ما احنا صايمين، فبالتالي ما نحسش بالعطش. طب ممكن ناخد ايه مصدر تاني للنشويات بس ما يضرناش؟ بلاش الدقيق الابيض. اكتر اكلات ما ينفعش تاكلها على السحور هي المقليات. المقليات تعمل لك حموضه وعسر هضم وتعمل لك عطش طول اليوم وتبقى مش طايق نفسك وعندك صداع. طب ايه تاني اللي ممنوع على السحور؟ زي ما قلنا قبل كده النشويات الغير صحيه. ليه؟ لان النشويات الغير صحيه هتعلي سكر الدم عندك مره واحده، فبالتالي هتطلع انسولين كتير، والانسولين حبيب الملايين اللي بيجوعهم ويبقى عايزهم على طول ياكلوا، فما ينفعش تكتر من النشويات في وجبه السحور. من الحاجات اللي ممنوعه تماما على السحور اي حلويات ممكن ناكلها. الحلويات هتحسسنا برضو بالعطش طول فتره الصيام، بلس ان هي هتحسسنا بالجوع. طيب هي كده الحلويات ممنوعه خالص في رمضان؟ لا، انا عارفه ان كلنا ما نقدرش نستغنى عن الحلويات في رمضان، ومش هقدر اقول لكم ما تاكلوش حلويات رغم ان انا عارفه ان هي غير صحيه، بس ازاي ناكلها في رمضان بس ما تضرناش وكمان ما تخنش؟ الحلويات ناكلها امتى؟ ناكلها ما ينفعش ابدا بعد الفطار، نبقى كبسنا كده الاكل المتين واكلنا كميه نشويات رهيبه وفي الاخر نيجي ناكل حلويات، هتلاقي انسولينك في السماء، وبالتالي جسمك اولا هيخزن دهون، وهتلاقي نفسك نايمان وتعبان وخملان وعايز خلاص انا هخش على السرير مش هعمل حاجه تاني، فما ينفعش تتاكل باي شكل من الاشكال بعد الفطار. طب ممكن ناكلها امتى تاني؟ ممكن ناكلها بعد الفطار بساعتين 3. طب لو بتمرن اكلها بعد التمرين، كده كده انا حرقت وخلصت مخزون الطاقه اللي عندي، فبالتالي انا الشويه اللي هاخدهم هيتحرقوا جوه جسمي برضو مش هيتخزنوا. دول افضل وقتين هناكل فيهم حلويات في رمضان. حاجه تاني، ممنوع ناكل حلويات وننام ابدا. ما تاكلش لا فطار ولا سحور وتنام. فطارك وسحورك النوم بعدها على الاقل بساعه او بساعتين.